السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد بتي بان اللي كتكون سهله وكتكون خفيفه، ما كتكونش معجنه، كتكون خفيفه ومع السر ديال العجينه ديالها. وكنحتاج في المقادير مقادير بساط. كنحتاج فيه الزلافه ديال الدقيق الفورس اللي 4 الكيسان ديال الفورس، ويكون مغربل. وكنحتاج المعلقه ديال خميره ومعلقه كبيره ديال السنيده وكاس دافي ديال الحليب، كاس كبير، وواحد بيضه خدمها كلها، وشويه ديال الملحه. وعندي 200 غرام ديال الزبده درتها باش تذوب، باش تبرد بما نخلط العجين ديالي. كنخلط هذا الحليب والسنيده والخميره نهرس عليهم. دابا فاش خويت السنيده والحليب غادي نخلط معهم بيضه والملح حتى هي غادي نديرها، وغادي نخلط هاد المقادير حتى يتخلطوا مزيان. راه ما غاديش تزيدوا باقي الماء الا درتو كاس كبير ديال الحليب. راه انا درت كاس كبير ديال الحليب، عجنت به دوك 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. ودابا غادي نخلط بيدي هاد المقادير، نخلطهم مزيان، تذوب ديك السنيده وديك الخميره. عاد ديك الساعه غادي نخوي الدقيق حتى هو. الدقيق خويتو، دابا غادي نخلط. راه داك الشيء صفر راه غير صفر بيضه، راه ماشي الزبده ماشي زيت. الزبده ما غنديرها حتى نخلط العجينه مزيان، نبقى نخلط مع داك الحليب حتى نحس بالعجينه تجمعات. هي العجينه كتكون بحال هذا الشكل، كتكون رطبه ما تكونش قاصحه، ما تكونش رطبه بزاف ما تكونش قاصحه بزاف. المهم تكون كتلصق شويه في اليدين. ودابا خويت عليها الزبده اللي ذوبتها، وبقى نعجنها بحال هكا. وبقى نخلطها غير بصبع يديا حتى نخلطها كامله مع ديك الزبده. راه الدقيق ما زدتوش باقي والحليب ما زدتوش، خدمت بداك الحليب وداك الدقيق باش خدم، حيت بغيت غير كميه قليله. اللي بغى كميه كثيره غادي يدير كميه كثيره. المهم اني فاش جمعت دابا العجينه ديالي غادي نغطيها واحد نص ساعه تخمر مزيان يضاعف الحجم ديالها. انا دابا فاش خمرت العجينه ديالي غادي نقطع كويرات صغار، نقطع كامله على هذا الشكل، وغادي نديرها كويرات مقادين، ما تكونش شي كبير وشي صغير. هذا البنات اللوز اللي حمرته وطحنته، خلطت مع شويه القرفه شويه العسل. ديما كندير مع الماء الزهر، ولكن اليوم ما عنديش. نتوما الا عندكم تخدموا. هذه دابا فاش سرحت العجينه ديالي، سرحتها واحد الكويره بحال هكا، سرحتها بالدلاك مزيان، ودرت ليها شويه من داك اللوز في الوسط. راه الا درتو ليه الماء الزهر راه يجي زوين، ديما كندير فيه الماء الزهر، راه كيكون مذاق واعر. المهم كدو هاد اللوز في الوسط وتبقاو تجمعوا العجينه من الجنب، من هذا الجنب حتى هذا تلصقوه مزيان باش ما يتهلش ويتخوى داك اللوز. وبقى تلويو بحال هكا، سهله بزاف. وهاد الخدمه يا البنات راه سهله، وبتي بان كتكون رطبه، ما كتكونش داك العجينه في الوسط، كتكون بحال القطن. وكتخبيوها نص ساعه اخرى حتى تخمر مزيان، ودهنوها بالبيض ودخلوها الفران يكون سخون من قبل، وتخليوها حتى تحمر مزيان راه كتكبر باقي على هكا. وهذا هو الشكل ديالها، راه كتكون زوينه وكتكون رطبه. نخليها دابا حتى تبرد مزيان، عاد نحيدها نغطيها بواحد الزيت حتى تبرد، عاد نحيدها وديرها في الطبسيله. هي البنات راه كتكون رطبه، وإلا كانت عندكم كثيره راه ديروها في الفريغو وتهزوها الغد وكتكون رطبه بحال لا صيبتوها. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.